عاوزين تعرفوا ازاي نعمل اخف وأطرى منجقونة بورسعيدي او بريوش شم النسيم وسر الطراوة اليابانية ولكن بروح مصرية أصيلة. النهاردة هنعملها بعجينة قطنية سحابية وهشة زي الغيمة، وهقول لكم على سر اللون الذهبي المظبوط وازاي تطلع معاكم ناجحة من أول مرة حتى لو أول مرة تخبزوها. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم. خلي ريحة الخبز تملى البيت سعادة. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة هنبدأ مع بعض بالخميرة. معانا كوباية مية وتكون دافية، وهننزل عليهم بمعلقة ونص خميرة فورية، طبعا معلقة كبيرة. ومعانا دلوقتي 3 معالق سكر كبار. ودي خطوة مهمة بقى، نبتدي نقلب كويس جدا عشان يختلط بقى الخميرة مع السكر مع المية بالطريقة دي. بعد ما هنقلبها هنركنها بقى مع بعض وتغطيها وتركنيها كده لحد ما تتفاعل معانا. جبنا العجان ودلوقتي هنزل بأربع بيضات درجة حرارة المطبخ. خدت من 4 بيضات صفار بيضة واحدة عشان أدهن بيه الوش بعد كده. هننزل بيهم بالطريقة دي. ومعانا دلوقتي كوباية إلا ربع سكر حبيبات عادي خالص، ومش شرط يكون سكر بودر. ومعانا دلوقتي معلقة خل كبيرة هننزل بيها كده بالطريقة دي. ومعايا دلوقتي 3 بكاوي فانيليا، ومعايا دلوقتي رشة ملح حوالي نص معلقة صغيرة. هنخلط بقى كده على خفيف. شايفين يا جماعة؟ هتطلعي أحلى بريوش هتعمليه في الدنيا وتملي البيت خير كده وتقدميه لولادك. وهنعمل من كيلو كمية كبيرة. معانا دلوقتي الدقيق، ده كيلو دقيق أنا نخلاه هنزل بيه بالطريقة دي. وجيبي نوع كويس يكون متخصص في المخبوزات، مفيش أي مشكلة خالص عشان يديكي نتيجة كويسة. وبعد كده هنزل بيه معلقة كبيرة بيكنج باودر، تنزلي بيها كده. هي دلوقتي 3 معالق لبن بودر، ودي اختيارية بس هتديكي طعم في منتهى الروعة. ونبتدي بقى دلوقتي مع بعض. هننزل بالايه؟ بالخميرة. شايفين بسم الله ما شاء الله تضاعف حجمها ازاي؟ ودي خطوة مهمة انك لازم تختبري الخميرة بالطريقة دي. ونبتدي بقى نعجن كده على خفيف. شايفين يا جماعة؟ خطيرة وفي منتهى الجمال. معايا دلوقتي كوباية لبن حليب هنزل بيها. طبعا اللبن برضو دافي. ابتدي بقى دلوقتي اعجن كويس جدا لحد ما العجينة تبقى معانا طرية جدا. مش اقل من ربع ساعة في العجين، مش اقل من ربع ساعة عشان يديكي نتيجة جميلة يا جماعة. تخلطي بقى كده كويس. تقدري تعمليها بايديكي بس هتاخد منك وقت اطول شوية. مش هتنفع طبعا بالمضرب اليدوي عشان دي عجينة بتبقى ايه، لسه شوية مش لينة خالص. بس لازم نعجن بالطريقة دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يلا بينا. دلوقتي معانا 3 قطع زبدة او 3 قوالب حوالي ربع كوباية. ومعايا دلوقتي نص كوباية زيت هنزل بيهم بقى دلوقتي. ولازم اعجن كويس جدا يا جماعة، ودي خطوة مهمة عملية نجاح البريوش او اي مخبوزات. العجن كويس بالطريقة دي. دلوقتي هنشوف العجينة مع بعض. حاجة في منتهى الجمال. شايفين عاملة ازاي؟ زي الاستك معاكي. دي خطوة مهمة. لو بتقطع معاكي لازم تعجنيها تاني، تديها لفة ولفتين تاني يا جماعة. طبق بقى كده وتدهنيه دهنة زيت بالطريقة دي. نبتدي بقى نحط العجينة كده اهوت وهنغطيها مع بعض. وهنسيبها دلوقتي في مكان دافي مش اقل من ساعة لحد ما يتضاعف حجمها. تقدري تولعي الفرن دقيقتين كده وتحطيها فيه. ودي العجينة بعد ما سيبناها ساعة خمرت. شايفين يا جماعة؟ لو العجينة طرية معاكم تقدري تزودوها معلقتين 3 دقيق، مفيش اي مشكلة خالص. هتمسكي العجينة كده اهوت تفرديها وهنقطعها كده ايه بالطريقة دي. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ناعمة وخطيرة يا جماعة في منتهى الجمال. وما بتلزقش في الايدين، ودي خطوة مهمة. يلا بينا دلوقتي هتعمليها كده رول بالطريقة دي. ونبتدي نقطع كل رول حوالي 12 قطعة. ممكن يجي معاك 11 قطعة 12 قطعة مفيش أي مشكلة خالص بالطريقة دي. شايفين سهل ازاي؟ بالشكل معانا خطير يا جماعة. عجينة زي الملبن. يلا بينا دلوقتي تمسكي كل قطعة كده تبدأي تكوريها. ولو في واحدة كبيرة شوية بتقطعيها وتكمليها في التانية. وترصي بقى كده على صينية جنبك أو بلانشة بالطريقة دي. ومعاكي كيس تلاجة نضيف بتفتحيه بالطريقة دي وتبتدي تغطي. لازم تغطيها عشان وشها ما يشققش معاكي. ودي خطوة مهمة جدا عشان يديكي نتيجة جميلة. يلا بقى نكور كده اهوت زي ما احنا ماشيين بالطريقه دي. شايفين؟ بتتكور معانا بمنتهى السهوله. هتعمليها مش هتاخد منك وقت، وهتعملي حاجه جميله وطعمها احلى بكتير جدا ما تشتريها من بره.
يلا اعملوها كده اهوت في البيت واملوا البيت خير بالطريقة دي. هنكور بقى كل الكمية كلها حجم واحد، حاولي ما تخليش ولا حجم كبير ولا حجم صغير. بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي سهل جدا، والعجينة طالما خمرانة كويس شايفين نتيجتها عاملة ازاي. كل الكور ما شاء الله طبعا بترتفع معانا تاني بعد التخمير، ما فيش اي مشكلة خالص. نغطيها بقى كده الاتنين، خلصنا الكمية كلها. شايفين طلعنا 24 قطعة من كيلو، شايفين الكمية دي كلها حجم واحد ازاي بالطريقة دي. يلا بينا دلوقتي نجيب أول واحدة اشتغلنا فيها خالص ونبتدي نشتغل مع بعض فيها. شايفين يا جماعة بتتفرد معانا بمنتهى السهولة. انت هتفرديها رول كده اهوت زي ما انت شايفة. كل ما هترفعي لو لقيتيها كده معاكي بتمط معاكي او زي الاستك كده اهوت او بترجع تاني، سيبيها ترتاح وانت واقفة. يلا بينا نعمل بقى الرسمة الحلزونية كده اهوت. هيديكي شكل جميل في منتهى الجمال. تقدري تخليها عالية لفوق وتقدري تفرديها، مفيش اي مشكلة خالص. انا اخليها عالية كده اهوت مفيش اي مشكلة. هتضغطي على الطرف كده وتبدأي الطرف الاخير بتخليه من تحتها كده بالطريقة دي. هوريكي واحدة تانية تلف كده بالطريقة دي، واحدة واحدة كده اهوت هتتفرد معاكي بمنتهى السهولة. هنعمل شكل الضفيرة، وتقدري تعملي اي اشكال انت عاوزاها، الترسة اي حاجة تقدري تحشيه، تحطي فيه كده شوكولاتة، مفيش اي مشكلة خالص بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. افردي كده اهوت بمنتهى السهولة كده اهوت. شايفين يا جماعة حاولي تخلي كله مقاس واحد. هنعمل برضو واحدة كمان كده حلزونية دي بالطريقة دي. شايفين ايه خطيرة وسهلة. وتبططي كده الحرف بالطريقة دي عشان ما تبقاش كده تخينة تحت، تبقى كلها سوا واحدة، وتروحي لفها كده وتلفيها بالطريقة دي تحت. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي. يلا بينا دلوقتي نعمل شكل تاني، مفيش اي مشكلة خالص. العجينة مرتاحة ونشكل فيها زي ما احنا عاوزين. كده هنعمل شكل الضفيرة بقى. هنقطعها كده ونفردها 3 قطع، والثلاث قطع قد بعض، وهي كلها قطعة واحدة اللي احنا مشكلينها عشان تبقى كلها حجم واحد. تفردي بقى قطعة قطعة بالطريقة دي. شايفين العجينة يا جماعة بسم الله ما شاء الله لينة معانا وماشية معانا زي الحلاوة ايه بالطريقة دي. تبرمي كده اهوت وتاخدي كده من جوه لبره كده، هتحطي واحدة فوق التانية وتبدأي كأنك بتضفري بنتك كده اهوت بتضفري شعرها، هتعمليها ضفيرة. شايفين سهلة ازاي، هتجيبي دي على دي ضفيرة بالظبط بالطريقة اللي احنا متعودين عليها بالطريقة دي. شايفين يا جماعة سهلة ازاي. واعملي الاشكال بقى اللي انت عاوزاها ايه. سهلة وجميلة وخطيرة. طالعة معانا بسم الله ما شاء الله عجينة تقدري تشتغلي فيها زي ما انت عاوزة ايه. وتيجي بقى من تحت كده اهوت شايفين شكلها عامل ازاي. الاطراف تخليها لتحت. يلا بينا دلوقتي بقى نعمل شكل تالت بقى جميل برضو وخطير. احنا عملنا شكل الضفيرة قطعناها اتنين، دلوقتي هنعمل الشكل بقى الايه اللي هي اتنين ملفوفين على بعض اهو. اعملي بقى رول كده اهوت واحدة واحدة من جوه لبره. حاولي تخليها بس كلها حجم واحد، مش طرف رفيع وطرف تخين، لا حاولي تخليها كلها قد بعضها ايه. ادي طرف وهنعمل الطرف التاني اهو. ونبتدي بقى دلوقتي هنلزقهم الطرفين في بعض اهو. شايفين يا جماعه سهله ازاي. تمسكي الطرف ده تلزقيه في ده وتلفي ده على ده، تلفيه كده زي الحبل بقى كده. مش الحبل بيكون فيه طبقتين على بعض بنفس الطريقه اهو. شايفين هيديكي شكل ورده في منتهى الجمال اهي. واحده واحده ومنتهى السهوله. طالما العجينه معاكي كويسه هتشكلي بمنتهى السهوله اهي. شايفين يا جماعه اهي بالطريقه دي. وتبداي بقى كده تبرميها كمان برمه كده وتلفيها، وتبداي تحطي ايه الطرف على الطرف. تخلي دايما الاربع اطراف لتحت عشان الورده ما تفكش معاكي. شايفين شكلها عامل ازاي. ودي الكميه بعد ما خلصناها. طبعا قبل ما نرصها في السيجان دهنا دهنه خفيفه كده زيت. عملنا كميه كبيره. يلا بينا دلوقتي ندهن الوجه. معانا صفار البيضه وهننزل عليهم بمعلقتين حليب، وهننزل عليهم دلوقتي برشة فانيليا، تقدري تحطيها سايلة زي ما انت عاوزة. ومعانا دلوقتي معلقة سكر باودر. نقلب بقى كويس جدا لحد ما يختلط معانا كل المكونات دي مع بعض بالطريقة دي، وندوب البيضة والبيضة تفك معانا. يا جماعة يلا بينا دلوقتي بقى بالفرشة وندهن الوش كويس والجوانب كده بالراحة كده واحدة واحدة، وحاولي ما توقعيش على الصاج. ولو وقع منك حاجة كده بمنديل وبعدين تشيليها بالطريقة دي. شايفين تدهني كده. على فكرة الخلطة دي تدهنيها لأي مخبوزات هتديكي لون في منتهى الجمال. ادهني بقى كده واحدة واحدة. وطبعا دلوقتي شايفين أول صاج لسه ما حطيتوش يخمر التخميرة التانية وابتدت تتضاعف معانا ازاي.
بالطريقة دي. ادهني بقى كل الصاج الأولاني والصاج التاني بالطريقة دي، هتطلعي كمية كبيرة من كيلو يا جماعة وهتعمليها. وكل سنة وانتم طيبين، حاجة في منتهى الجمال. بعد ما دهنا الوش كده رشة سكر كده سندرفيش لو عندك، أو سكر خشن شوية. شايفين يا جماعة؟ هتديكي كده لون وهتديكي طعم في منتهى الجمال. رصي كده على كل المكونات وعلى الضفيرة بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ اعملي لولادك حاجات حلوة كده وشكليها وفرحيهم. وكده في شم النسيم حاجة جميلة جدا لما تفطروا بيها الصبح كده مع البيض، حاجة في منتهى الروعة، قبل الفسيخ بقى والرنجة والحاجات دي. كل سنة وانتم طيبين. رش بقى كده على كل الكمية بالطريقة دي. شايفين شكلها عامل ازاي والحجم بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله. كده خلصنا الكمية. هركنها دلوقتي لحد ما يتضاعف حجمها. هتاخد حوالي ربع ساعة لنص ساعة. وبعد كده هنولع الفرن على درجة حرارة 200. ندخل السيجارة على الرف الأوسط. هتقعد معانا بالظبط 12 دقيقة. 10 دقايق كده تحت. شغال الشواية. هيديله لون في منتهى الروعة. هدخلهم الفرن دلوقتي عشان يستووا. وارجع لكم تاني أول ما نسويها واوريكم الجمال والعظمة. شايفين بعد ما طلع من الفرن؟ معلقة زبدة بقى كده ولا معلقتين زبدة وتبدأي تدهني الوش بالطريقة دي. هيديكي ريحة وطعم في منتهى الجمال. يلا ندهن كده. شايفين يا جماعة شكله عامل ازاي؟ شايفين السكر عليه ثابت ازاي؟ عشان البيض اصلا مادة لاصقة. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. وطالع خطير وعليت معانا ازاي. حاجة جميلة وفي منتهى الجمال. يلا بقى كده بعد ما دهنا الوش كله بالطريقة دي ودهنا الصاج التاني. يلا بينا دلوقتي بقى نغطيها ونسيبها كده بالظبط 10 دقايق لحد ما تستهدى معانا. بعد كده نشوف الجمال والعظمة دي. هي دي المنجقونة البورسعيدي على أصولها. شايفين الطراوة والجمال؟ بجد ريحتها قلبت البيت. جربوها ومستنية تقولولي رأيكم في التعليقات. لو حد عنده طريقة تانية أو بيحب يضيف لها نكهة خاصة يشاركنا بيها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا اللايك والشير مع أصحابكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا الجاية. وبالهنا والشفا. باي باي.